السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض تحلية حلوة جدا ومش مكلفة على فكرة، وهي تحلية الجيلي. كلنا طبعا بنخزن فاكهة في البيت عندنا. انا كنت مخزنة مانجا ومخزنة فراولة، واكيد انتوا برضو زيي. دلوقتي انا جبت باكو جيلي فراولة وباكو جيلي مانجا، وجبت 2 كوباية مية، دي نص كوباية ودي نص كوباية مية مغلية. دوبت جيلي الفراولة في نص كوباية وجيلي المانجا في نص كوباية. بالنسبة لكمية الكريم شانتيه اللي انت هتستعمليها، انت ممكن تجيبي 2 باكو جاهز، تستعملي باكو وباكو، لكن انا كان متوفر عندي كريم شانتيه باودر. تمام. فانا ضربت كمية الكريم شانتيه بتاعتي اللي هي الكوباية مع نص كوباية مية مثلجة، وهقسمها للاتنين. تمام. اهو انا معاكم. طبعا دوبت الجيلي واتاكدت ان الجيلي تام، يعني داب تمام الذوبان. تمام. وهضرب دلوقتي الكريم شانتيه، وانا ضربته بالهاند بلندر. لو انتي ما عندكيش مضرب، انا مضربي بايظ، استعملي عادي الهاند بلندر، ما فيهوش ادنى مشكله. هتضربيه كويس قوي لحد ما تاخدي القوام المناسب ليكي وهتستعمليه. انا بالنسبه لي الكميه دي استعملتها للاتنين التحليه اللي انا عملتهم. تمام يا حبايبي. مسكنا المج اللي كان فيه الجيلي الفراولة، وهنحط عليه نص كمية الكريم شانتيه اللي انا ضربتها، نص الكمية، وحبة فراولة متقطعين، وهضرب الخليط ده كله في الخلاط. في نفس الوقت هجيب بولات الفراولة المجمدة عندي، هقطعها حتت صغيرة قوي وهحطها في قاع البولة، وهصب الخليط ده عليه. على فكرة طعمه حلو قوي قوي وهيعجبكم. لو انتي مش عايزه تعملي نظام بولات، بدل ما تعملي 2 باكو مختلف، خلي نوع الجيلي واحد وحطيه في قالب بايركس، هيبقى طعمه حلو جدا وهيجمد. وعلى فكره هتعرفي تقطعيه. بس انا بقول الاول يعني الولاد هيفرحوا انك انتي تدي كل واحد حاجه كده خاصه بيه. شوفي انتي ايه اللي يريحك واعمليه. تمام. برضو هنكرر التجربة دي مع جيلي المانجا. هنحط نص الكوباية، لو انتوا لاقيين الكوباية دابت، هي نص كوباية مية، بس مع ذوبان الجيلي طبعا الكمية الكوباية تبان لكم ان هي مج. تمام. وهنحط بقية الجيلي وهنضربه، هنحط حبة من قطع المانجا هنضربها برضو معانا في الخلاط، وهنحط القطعة التانية في البولات. هنا البولات كانت اكبر شوية فطلعت 3، بس كان طعمه حلو قوي يا جماعة، هيعجبكم قوي لو عملتوه. طبعا انتي بتعمليه قبل ما تاكليه بحوالي 4-5 ساعات حسب تبريد تلاجتك زي ما اتفقنا، لكن انا بالنسبة لي عملته ولاكلوه تاني يوم. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. دي تحلية مش مكلفة، احنا بندور على اي حاجة تبسط ولادنا ما تكونش مكلفة علينا. اتمنى ان انتوا تعجبوه. وعلى فكرة التبريد بتاعه ما بيكونش ساقع قوي زي الايس كريم، فمش هتقلقي على ولادك لو ولادك بيبقوا بيجي لهم احتقانات وحاجات، وانتوا عارفين برد الصيف احد من الصيف. اتمنى ان انتوا تجربوه بالهنا والشفا. اتمنى ان انا اكون افدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله يا حبايب قلبي، ومع الف سلامة.